السلام عليكم، معاكم ايمان مجدي من قناه كوكينا. بصوا، قبل ما ابدا في المقدمه بالله عليكم اسمعوا المقدمه دي بالذات المره دي لانها مهمه جدا. بصوا بقى، خلينا كده كلنا متفقين ان احنا بنحب الفول، وبالذات في شهر رمضان لان هو اللي ياكلنا، هو اللي يشبعنا، هو اللي بيكتمنا ناكله كده بنتنح ننام على طول. بصوا بقى بس للاسف هو مضر جدا. في بعض الناس ما عندهاش ضمير وبالذات في رمضان لان الطلب عليه بيبقى كتير، بيحطوا ماده فيه علشان يخليه يستوي بسرعه، لان مش هيستنوا يتنقع من بالليل الصبح او كذا ساعه او يستوي في مده كبيره يعني. وكمان تاني حاجه بيتحط في اكياس بلاستيك، وطبعا كل الناس بتحطه في اكياس بلاستيك سواء اللي عندها ضمير او لا. وطبعا ده حاجه مضره جدا لا قدر الله، لانها بتجيب امراض وحشه، ربنا يا رب يعافينا. تالت حاجه القشر بتاعه، يعني في ناس بتتعب منه، يعني انا جوزي مثلا القولون بتاعه بيتعب منه شويه، فانا في ناس بتتعب من القشر بتاعه. انا بقى ان شاء الله هعمل لكم بديل الفول، مش هيبقى ان شاء الله مضر، كفايه اللي انت اصلا عاملاه في البيت، ما فيهوش قشر اصلا. القشر بتاعه مش هيبقى زي ده خالص، بديله طعمه اصلا يعني زي اللي انت بتجيبيه او بتعمليه في البيت لما تحبشيه يعني وكده بنسبه 80% او 90%. حتى لونه غير اللي هو مغذي جدا، حط كده فيه حاجات تغذيه، يعني كفايه اللي انت كمان عاملاه في البيت. وكمان ايه، مش هنحط، او كمان السوا بتاعه مش اكتر من نص ساعه لساعه الا ربع، مفيش غير كده يعني. هتوفري كمان الغاز ومش هتقعدي جنبه، يعني انت عايز تعمليه النهارده هتعمليه في ساعتها وتكليف ساعتها اصلا. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي، استنوني. كوكينا، أكلتك علينا. السلام عليكم، معاكم ايمان مجدي من قناه كوكينا. تعالوا نشوفوا بقى عملنا الفول الطعم الحلو ده ازاي. بس قبل ما نبدا في الطريقه كالعاده، يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. اول حاجه هنا جبت ربع كيلو من فول البصاره او الفول المدشوش، ايوه يا جماعه ما تستغربوش، هو بتاع البصاره. كده كده اصلا هو من مشتقات الفول، بس ميزته من غير قشر بقى. فاول حاجه بقى انا نقيته وغسلته طبعا، وبعد كده نقعته حوالي نص ساعه في ميه سخنه وشطفته تاني. تمام. هحط ربع كيلو فول بصاره، جربوا كده ربع كيلو بس زيي وهتشوفوا النتيجه ان شاء الله. طبعا مش هينفع يبقى ساده كده، هيبقى طعمه وحش. فجبت معلقتين كبار عدس اصفر، انا بس شطفته شطفه ونقيته برده من اي حصو، مش شرط تنقعوه. كده معلقتين كبار عدس اصفر، وطبعا ده مغذي وبيدي قوام حلو للفول. تمام. دول بقى 2 معلقه كبير عدس بجبه. اللي عملته في العدس الاصفر عملته في العدس بجبه، نقيته برده شطفته شطفه على السريع وصفيته من الميه. معلقتين كبار عدس بجبه، طبعا برده ده بيدي لون حلو بتاع الفول اللي هو بيبقى غامق شويه، بيديه لون حلو. دي بقى جزره صغيره مبشوره، دي طبعا بتدي برده لون حلو ليها وطبعا مغذيه. والجزر طبعا بيقوي النظر، معرفش المعلومه دي حقيقيه ولا لا، بس ان شاء الله بيقوي النظر. خلاص. هنا بقى بصوا، يا اما عندكم اختيارين، لو عندكم بنجره صغيره خالص قشروها وحطوها كده زي ما هي، كده كده هتستوي جوه. او انا ما كانش عندي فحطيت معلقه كبيره مليانه بابريكا عشان تدي برده الحمار بتاع الفول. كل الحاجات دي بتدي ايه في الاخر؟ لون الفول الطبيعي ان شاء الله اللي بنشتريه من بره. دي بقى نص عصير ليمونه، نص عصير. دي برده يعني بتبقى يعتبر برده يعني زي ماده حافظه. تمام. انا بقى هنا حطيت ميه مغليه جدا، هحط مش كتير قوي ولا قليل قوي، يعني بصوا اكتر من ميه الرز بشويه، يعني مش احنا بنعمل مثلا فوق الرز بنحط ميه شويه صغيره فوقيها بشويه، لا انتوا زودوا شويه ولو احتاجنا هيبقى نحط تاني. هنقلبها كده بقى تقليبه على السريع، وبعد كده هستناها بقى لما تغلي اهو بالشكل ده. وبعد كده هغطي عليها وههدي النار عليها، بس مش شمع، لا يا جماعه ما تقلقوش مش شمع، هنغطي عليها وهنعلي عليها النار سنه، يعني فوق الشمعة بشويه. خلاص. بصوا بقى خلاص اهو، ما خدتش نص ساعه استوت. هنعرف ازاي استوت؟ هنجيب الشوكه كده وناخد مثلا واحده من الفول البصاره، هتلاقوها اتهرت خلاص، يبقى كده تمام، هتاخد نص ساعه ان شاء الله بالظبط. هنا بقى ممكن تاكلوها زي ما هو، زي كده 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 مش هيضايقكم ولا في قش ولا في اي حاجه، او تعملوها بالهراسه برضه هتبقى تمام، او بقى تعملوها زي ما انا هعملها. انا هعملها بالهاند بلندر او بالخلاط او باي حاجه عندكم، عشان انا يعني انا بحبه كده اكتر، زي مثلا عارفين السندوتشات اللي بيعملها بره بتبقى كده، بتبقى هي اصلا يعني زي الفول معمول في الخلاط، بيبقى طعمه تحفه، وجوزي برضو بيحبه افضل كده. خلاص كده عملته وحطيت كده كام معلقه في الطبق، هحبشه تحبيشه عاديه خالص. هحط فلفل وملح وكمون،
وطبعا تحبشوه بالتحبيشه اللي انتوا عايزينها. هنا بقى نص عصير ليمونه او ليمون زي ما انتوا تحبوا، وهحط شويه من الطحينه الخام، مش هحط كتير قوي عشان لسه هحط شويه في طبق التقديم عشان ما يبقاش كتير، لان اصلا انا مش حاطه كميه كتير، وحبه من الزيت. تقدروا بقى تعملوها مثلا بسمنه بلدي بس تحبشوه. انا كمان هقطع عليها طماطم وفلفل، هقليها بقى كويس كده. ممكن تعملوها بسمنه بلدي او بصل بقى، او تشوحوا بصل وطماطم على النار وفلفل وشويه خل وتحطوها عليها، تبقى تحفه جدا براحتكم. بصوا بقى الكميه دي طلعت لي قد ايه، من ربع كيلو البصاره على معلقتين عدس وعدس بجبه وعدس اصفر وجزرايه وبابريكا، طلعوا لي كيسين 3 اكياس من دول يعتبروا. بصوا عشان انا الكيسين دول هحطهم في الفريزر، وانا كنت هاكل بقى من ده، حطيت حتى كمان فلفل وطماطم بالتحبيشه اللي عملتها قدامكم، يعني حوالي عملوا 3 اكياس. بصوا بقى الجمال ده، بيشترى من بره بكام؟ لما كان ارخص زمان كان حوالي الحبه دول ب5 جنيه او 6 جنيه. فبصوا بقى يعني الكميه دي عملت لنا قد ايه، حوالي 3 اكياس. تقدري بقى تخزنيهم في الفريزر عادي، ويا دوبك لما تطلعيه يفك شويه وتزوديه بشويه ميه صغيره وخلاص، وحبشيها بالطريقه اللي انت حباها. بجد يا جماعه طعمه حلو جدا بنسبه 80% زي بتاع بره. ايه رايكم بقى، هتشتروه تاني من بره ولا خلاص؟ ان شاء الله كده ربنا يحفظنا عامه، يعني من الناس اللي ما عندهاش ضمير. يا ريت بقى كله يجربها، عشان بفرح قوي لما حد بيجرب حاجه وبيبعتها لي على صفحه كوكينا. ما تنسوناش بقى في الاشتراكات واللايكات والتعليقات الحلوه منكم. كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.